في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل دائما نبحث عن محتوى نظيف يخليك تستمتع بدون قلق. أنميات قصة عميقة ورسوماتها جميلة وتعطيك إحساس مغامرة أو عبرة بدون مشاهد مزعجة أو مبالغات غير ضرورية بلس 18 أو رومانسية فوق اللازم. واليوم جمعت لكم قائمة مختارة بعناية بعد بحث مطول وتمحيص دقيق وجمع لأدق التفاصيل وتحليل موضعي لكل عمل من هذه الأعمال لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات حرفيا. أبحث لكم عن الأنمي ونبدأ عنه وأشوف بعض الشخصيات منه وأحاول أني أجيبكم قائمة فيها أفضل الأنميات اللي يمكن تشاهدها في شهر رمضان المبارك بدون أنك تحس بالذنب أو تجيك ذنوب على الفاضي بسبب لقطة معينة من أنمي معين وتضيع عليك أجر رمضان وصيامك في شهر رمضان المبارك. وبدون فتيات يا الله، بدون أي فتيات يمكن تخرب لك صيامك، حتى إذا كانوا يكونوا محتشمات مش مثل ميتسوري أستغفر الله تلك الفاسدة خلي سكس. هذا العمل تركز على القيم ورحلة تطور الشخصية والحماس النظيف بدون أي شيء مبالغ فيه، سواء كنت تحب الفانتازيا الهادئة مثل فري الذي شرحناه في الفيديو السابق أو دراما إنسانية أو رياضة أو أكشن إلى آخره. فهذه القائمة ستعطيك تجربة ممتعة ومحترمة تناسب أجواء هذا الشهر الفضيل. فجهز مشروبك إذا كنت بعد الإفطار أو بعد التراويح ودعنا نبدأ بأفضل الاختيارات التي تستحق وقتك فعلا. فقبل ما نبدأ اعمل لايك اعمل اشتراك ويلا بينا نبدأ في هذه القائمة. ونبدأ بهذه القائمة بالأنمي الذي ذكرته سابقا، أنمي فريلين، والذي هو الثاني تقريبا أو الأول في ماي أنمي ليست، وهو العمل الخيالي الهادئ يتأمل معنى العمر والصداقة بعد نهاية الرحلة. فأنصح إذا لم تشاهد الفيديو السابق أنصحك تشاهده لأن حرفيا تعبت عليه تقريبا بلس 4 ساعات مونتاج، فروح شاهده. تقريبا الصوت هو اللي فيه مشكل، أما المونتاج راح تستمتع وأنت تشاهد هذا الفيديو الذي عملته أنا شخصيا. ننتقل إلى الأنمي اللي بعده أو هذا الفيلم اللي بعده اللي هو فيلم سيزمي، الذي يقدم مغامرة رمزية عن مواجهة الماضي والنضج بأسلوب بصري مذهل. ثم السايلنس فويس، وهي دراما إنسانية مؤثرة عن التوبة والتسامح وتحمل المسؤولية. ثم هذا الأنمي اللي عنوانه طبعا ما الذي يروي قصة غامضة عن تحقيق الأمنيات مقابل الزمن في إطار عاطفي هادئ. ثم ننتقل إلى موشوشي ولا ما اسمه هذا، هو أنمي فلسفي راق عن علاقة الإنسان بالطبيعة في أجواء هادئة جدا. ثم ماراكومون ولا ما اسمه هذا ثاني، الذي يحكي عن فنان يتعلم التواضع ومعنى البساطة في قرية صغيرة بروح إيجابية. ثم ننتقل إلى أنمي هايكيو الذي يتكلم عن فتى اسمه هيناتا، لا تفكرون في هيناتا اللي في ناروتو، هذا هيناتا تقريبا فتى قصير نوعا ما يهدف أن يكون أحد أفضل اللاعبين في كرة الطائرة. أنمي رياضي تركيزه الكامل على الفريق والحماس، فأنصحك بمشاهدته إذا كنت من محبي الأنميات الرياضية. ثم ننتقل إلى هذا الأنمي الذي سيذكر شارجي بي بسرعة، الذي يركز على رياضة الرماية اليابانية وقيمة التركيز والانضباط النفسي. ثم ننتقل إلى إيرسايد، هو عمل تشويقي إنساني عن تصحيح الأخطاء الماضية وحماية الأبرياء. ثم ننتقل إلى رانك أوف كينج، الذي يقدم قصة أمير ضعيف يسعى ليصبح قويا بقلب طيب وفي عالم خيالي مؤثر. ثم ننتقل إلى أحد الأنميات التي أنا بالنسبة لي أعتبرها أفضل أنمي رياضي في التاريخ، ألا هو أنمي بلو لوك. أنمي يعني يتكلم عن كرة القدم بأسلوب تشويقي وحماسي في منافسة يشترك فيها 300 متسابق أقل من 20 سنة لكي يحقق كأس العالم، والذي يسعى بطله إيساغي يويتشي أن يصبح أفضل مهاجم في العالم. وهناك عدة أنميات أخرى حاب أني أتطرق لها حتى هي. هناك كابتن سوباس الذي أبوك شاهده جدك شاهده كل شيء، فإذا شاهدت مع والدك أو والدتك حرفيا يمكن تشاهدوا معك، فأنصحك بمشاهدته إذا لم تشاهد. وغالبا جيل الألفينات حرفيا بشاهده إلا إذا كنت من 2012 2011 2008 ولكن لم تشاهد سبيستون. فهناك كذلك هاجمون إيبو، هناك سلام دان. ثم ننتقل إلى أنمي ران ويد ويند، أو هذا اسمه. أنا الصراحة أسوأ شخص يمكن ينطق أسماء يابانية أو إنجليزية. فهذا الأنمي بكل بساطة أنمي رياضي بالكامل تقريبا بشخصيات ذكور فقط ومحترم جدا ومليء بالقيم. وننتقل إلى الأنمي اللي بعده ألا هو وبسايكو 100 أو وبسايكو 100، أكشن نفسي نظيف جدا لا يعتمد على أي إغراءات. وننتقل إلى أنمي بلوتو، غموض وخيال علمي عميق ولا يوجد فيه أي شيء من هذا النوع الذي بلس 18 يعني. وكيف لي أن أنهي الفيديو وأنا لم أذكر هذا الاسم، فينلاند ساغا، أنمي تاريخي يروي رحلة تورفين الشاب
في عصر الفايكنج يسعى الانتقام ويكشف معنى الشجاعة والعدالة المليء بالمغامرات والمعارك والرسومات الأسطورية بكل معنى الكلمة. فإذا لم تتابع هذا الأنمي إيش تستنى؟ روح تابعه بعد هذا الفيديو مباشرة. إذا كنت تبحث عن أنمي تكون فيها جرعة حماس شاهد الموسم الأول. إذا كنت حاب أنمي فلسفي يعطيك معنى الحياة روح للجزء الثاني. فحرفيا الجزء الأول أكشن والجزء الثاني فلسفي. وللأسف كثير من الناس لن يعجبهم الأنمي ولم يعجبهم الأنمي بسبب فلسفته العميقة نوعا ما، وأنه أصبح فلسفي أكثر من اللازم في الموسم الثاني. ولكن بالنسبة لي كشخص يحب القصة أنا الصراحة أعجبني الموسم الثاني والموسم الأول، وأعجبني الأنمي بشكل عام، وأقيمه 9.9. تلك 0.1 تمشي بسبب بعض الأشياء في الأنمي راح تعرفونها بعدما تشاهدوا الأنمي. وبعدها هذا الأنمي الذي أصبح منتشر حاليا في بدايات 2026 اللي هو أنمي بريزم روندو، أنمي ياباني يروي قصة ليلي وكات في أكاديمية لندن للفنون، يجمع بين التنافس والصداقة والشغف بالرسم، يتميز برسومات جميلة وقصة جذابة للعين. تختتم هذه القائمة بأربع أنميات مستوحاة من الطابع العربي والفارسي. ونبدأ بالأنمي الأول. هذا الأنمي الذي ترونه أمامكم مستوحى من ألف ليلة وليلة مع مدن صحراوية وأسماء عربية. الأنمي الثاني العالم مستوحى من الدولة العثمانية والشرق الأوسط وملابسه بطابع عربي وتركيز على الاستراتيجيات والحروب. ثم ننتقل إلى الأنمي الثالث ألا وهو هذا، أحداثه في الحضارة البابلية القديمة بأجواء الشرق الأوسط التاريخية. والأنمي الرابع هو أنمي الرحلة، أنمي تاريخي بطابع عربي يروي قصة شاب يدافع عن المدينة في زمن قديم ويركز على الشجاعة والتضحية بأسلوب يجمع بين الروح العربية والإخراج الياباني. وبدون أن نغطي المقطع أكثر أعطيتكم 20 أنمي يمكن تشاهدون في شهر رمضان المبارك. أتمنى أن تكون أعجبتكم القائمة، وأتمنى أنكم تحطوا زر اللايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تدخلوا سيرفر ديسكورد ستجدونه في خانة الوصف في أول تعليق وكمان في وصف القناة. يعني حرام عليك ما تدخل وتشرفنا معاك، ويمكن تكلمني وتكلم أعضاء السيرفر ونعمل فعاليات وإلى آخره. حرفيا ونتكلم في موضوع الأنمي، مواضيع كرة القدم، مواضيع السياسة وأي شيء تاني يمكن تتكلم عليه في هذا السيرفر، إلا الأشياء اللي بلس 18 تعرفون. ولا تنسوا أنكم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، تعلقوا في خانة التعليقات، تعطوني اقتراحاتكم للفيديوهات القادمة، أو أعطوني آراءكم في هذا المقطع. ايش هي العيوب، ايش هي السلبيات والايجابيات، واذا كان عندك اي انمي حاب تضيفه القائمة اكتبه في التعليقات. هاهم 2 فيديوهات يمكن ينالوا اعجابك. وكان معكم اخوكم في الله وسيمي ديسي. السلام.